السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ بص بقى، الناس اللي ما بتظبطش معاها البسبوسه، تعالي بقى نشوف هنعمل مع بعض النهارده البسبوسه باسهل طريقه، طريقه المحلات. شايفين دي يا جماعه؟ دي بصي احلى بسبوسه بجد هتعمليها وهتجربيها، وعلى ضمانتي. حاجه كده بسم الله ما شاء الله. شايفين شكلها؟ شايفين الترميله؟ انا متاكده ان انت هتشوفي الفيديو هتقومي تنفذيها على طول. شايفه الترميله بتاعتها؟ بسبوسه المحلات يا جماعه بكل تفاصيلها. شايفين؟ هقولك كل التفاصيل بتاعتها في الفيديو بطريقات سهلة جدا ومبسطة. ان شاء الله هتجربيها وهتقومي تعمليها. شايفين الشكل؟ تعالوا نشوف مع بعض بقى عملناها ازاي. خلاص، معانا هنا كوباية سكر هننزل بيها وهنبدأ نكرملها. هنكرمل كوباية السكر دي خلاص لغاية ما نوصل للون ده. خلاص، هنا اتكرملت معانا. هننزل هنا يا جماعة بعلبة قشطة بما يعادل معلقتين كبار كده او 3. هننزل كده بعلبة القشطة كده في السكر، وهنبدأ نقلبها مع السكر. خلاص، هننزل بقى هنا بمعلقتين من السمنة مع علبة القشطة. خلاص، هنبدأ بقى نقلبهم وندخلهم في بعض. خلاص، بسم الله. جربي الطريقة دي ان شاء الله هتعجبك جدا. طريقة المحلات بصي، كل العربيات بتاعه البسبوسه اللي بره والمحلات الكبيره بتعمل الطريقه دي. خلاص، بنفس الكوبايه بتاعه السكر هننزل فيها بميه سخنه. ميه سخنه دي يا جماعه هننزل بقى فيها وهنفضل نقلب بقى كل ده في بعضه لغايه ما السكر يدوب والقشطه كمان. ايدك بقى فيها كده بتقليب مستمر على نار هاديه اهي. خلاص، بص بقى كل حاجه فكت معانا اهي. شايفين لونها؟ خلاص، على نار هاديه كده وهنسيبها شويه. شايفين الشكل اللي احنا وصلنا له ده الاخر بقى كده؟ خلاص، انا هنا هقفل دلوقتي عليها وهسيبها تبرد. خلاص، ونشوفها مع بعض هنعمل مع بعض ايه. معانا هنا الكيس البسبوسه بتاعنا، الكيس بتاعنا العادي اللي احنا بنشتريه جاهز من اي محل او اي سوبر ماركت، وهننزل عليه بنص معلقه بيكنج باودر بس كده. خلاص، هنبدا نقلب الاتنين مع بعض. خلاص، تابع بقى معايا الفيديو للاخر. خلاص بقى، هنا الخليط بتاعنا هننزل بقى فيه بالسميد بتاع البسبوسه وهنبدا نقلبه. هنقلبه بقى مع الخليط ده. جربي الطريقه وان شاء الله هتعجبك، اسهل طريقه وان شاء الله هتنجح معاكي. هنبدا بقى نقلب كده. لقيت الخليط ماسك معاكي شويه، انزلي بمعلقتين او نص كوبايه لبن كده. خلاص، لو لقيت الخليط ماسك معاكي، انا هنا نزلت بربع كوبايه من اللبن. معانا هنا الصينيه بتاعتنا بقى دهنها دهنه خفيفه كده من السمنه، وهنبدا ننزل بالخليط بتاعنا بتاع البسبوسه. شايفين شكلها اصلا؟ شايفه مرمله ازاي من قبل ما تخش الفرن؟ ايه رايك؟ هنسوي بقى الصينيه بتاعتنا كده ونبقى مسخنين الفرن. هي دوبك تخش الفرن كده تاخد تشميعه. خلاص، تتماسك كده مع بعضيها. بسم الله، ازاي كده بالراحه كده عشان تتساوى. اسهل طريقه بسبوسه ان شاء الله هتعمليها وهتنجح معاكي. هدخلها بقى الفرن وارجع اوريها لك تاني. اهي خلاص طلعت معانا. هي بص اتمسكت معانا ازاي، سخنه جدا انا عايزه اقول لك. خلاص، والبسبوسه بقى هنا سخنه. هننزل بالشربات السخن ده، احنا هنا كنا مجهزينه كوبايه ميه على كوبايه سكر، ولما غلوا نزلنا بنص ليمونه وظرف فانيليا. خلاص، هنبدا بقى نحط الاتنين على بعض. خلاص، هي هنا دلوقتي ايه، سخنه. بص بقى هنا الشربات، تعرفي ان البسبوسه بتاعتك ناجحه ازاي؟ اول ما تنزلي بالشربات بصي البسبوسه هتشربه على طول عطشانه. شايفين؟ لو اللي رفضت الشربات تعرفي ان البسبوسه بتاعتك مكتومه من جوه. لكن هي بصي بتشرب بسرعه ازاي. اعرفي كده ان البسبوسه بتاعتك ناجحه 100%. خلاص، شايفين الشربات بتشربه على طول. ايه رايك بقى؟ يا ريت بقى تجربيها وتقولي لي ايه رايك فيها. ايه رايك بقى؟ لو عجبك بقى معايا الفيديو وانت جديده يا ريت تشتركي معايا في القناه. والسلام عليكم.